السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل تيكتشر على رسمة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، سواء شكل حجري او بلاطة عايز اعملها وبعد كده ابدا اصب عليها فايبر جلاس او اصب عليها اي خامة انا عايزها بعد كده، او هطلعها خشب. طيب ازاي اعمل الشكل الموجود قدامي ده؟ تعال نشوف الكلام ده بسرعة جدا. اول حاجة بعلم على سواء هعملها اربع بلاطات متقطعين او هعملها على بلاطة واحدة. اول حاجة باجي من هنا اديها ارتفاع اللي انا محتاجه، فاقول له مثلا الارتفاع بتاعي وليكن مثلا 12 مللي، وادوس هنا ابلاي. الخطوه اللي بعد كده بقف على نفس المستطيل اللي انا عامله ده، وبختار من هنا امر مهم جدا اسمه التيكتشر ريليف، فبضغط عليها وبختار من هنا حاجه اسمها فروم فايل، واقول له هنا سيلكت الفايل بتاعي، وبيكون عندي رسمه واخده نفس الشكل اللي انا محتاجه. فبجيب صوره من على النت فيها نفس الشكل اللي انا عايزه جي بي جي، واقول له اوبن، فيبدا يفتح لي الملف نفسه. طيب هحطها بمقاس قد ايه؟ تعال نتكلم على اهم تفصيله دلوقتي. عايز اخلي ارتفاع التيكتشرز دي شكلها عامل ازاي. خد بالك عشان اصلا البونت تعرف تجيب التفاصيل بتاعتك وتكون واضحه بعد الصنفره، خصوصا لو هتعمله على ام دي اف، اصلا لو اتصنفر هيروح معاك. فانا بخليها مثلا في حدود 2 مللي، اللي هو اصلا لو حبيت انا انعم فيما بعد يبقى معايا فرصه ان انا انعم. واعلم على الفيكتور اللي انا مختاره هنا واقول ابلاي، واشوف النتيجه بتاعتي شكلها عامله ازاي. بص عمل ايه، اداني هنا الشكل ارتفاع التيكتشر بقى اعلى شويه، شايف؟ بقت عاليه جدا. علم بقى على المستطيل ده واختار من هنا زيرو اوت سايد، هيمسح كل حاجه ويخلي لك الايه الشكل بتاع التيكتشر اللي انت عايزه. يبقى انا كده عملت الشكل اللي انا محتاجه بالتفاصيل اللي انا محتاجها. ارتفاع التيكتشر دي 2 مللي، واحنا كنا عاملين التخانه 12 مللي، يعني الارتفاع الكلي المفروض كده بقى 10 مللي. طيب واحد تاني يقول لي لا لا، انا عايز اخلي ارتفاع التيكتشر تكون باينه عن كده، تكون باينه عن كده. ممكن اقول له خلاص، ممكن نعيد الخطوه دي تاني كده ونقول له هنا كنترول زد، تمام. واجي هنا اقول له خليها مثلا 5 مللي. شوف انا هكبر زياده عن اللازم من هنا، تمام. وممكن اصلا واحد يقول لي طب انا عايز الرسمه كلها تظهر في الحته دي. طب المستطيل ده اصلا مقاسه كام في كام؟ بيقول لي هنا 35 في 20، فاقول له هنا خليها 35 في 35 او 36 في 36، تمام. واقول له هنا ابلاي، هيعمل على الشكل كله. طبعا الارتفاع زاد معايا بشكل ملحوظ قوي، شايف بقى عامل ازاي. اجي معلم على ده اقول له هنا زيرو اوت سايد، كده انا مسحت الحدود الخارجيه بتاعتي كلها. الرسمه بتاعتي بقت ارتفاعاتها اكبر، البونطه تعرف تجيبها، بس الحاجه مش سموث بشكل كويس قوي. فاقول له خلاص احنا ممكن نيجي هنا ونعمل عمليه سموثنج للرسمه كلها مره واحده. فاجي معلم على دي كده، واقول له ممكن احنا نعمل هنا سموث بنسبه معينه، بحيث الحتت اللي هي العاليه قوي والواطيه قوي دي ابدا ان انا ايه اشيلها شويه. ممكن اخليها مثلا 30%، وادوس هنا ايه ابلاي. يبقى انا كده طلعت شكل التيكتشرز اللي انا محتاجه، تمام، بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده اهو، في الحتت العاليه والواطيه كده بقى تدي فرصه للبنطه ان هي تعرف تنزل وتطلع. الحاجات اللي زي دي بيفضل ان هي تتعمل على خامات خشب طبيعي، عشان الحتت الصغيره خالص دي او الرفيعه دي لما بتيجي تصنفر فيها جامد مع الام دي اف اصلا بتكسر معاك. وبرضه هتعمل ام دي اف. فالخلاصه كلها اللي انا عايز اقولها ان انت لو حبيت تعمل اي تيكتشر لاي رسمه موجوده عندك اصلا، اول حاجه تجهز الملف بتاع التيكتشر، صوره بتجيبها من على النت بنفس الخلفيه اللي انت محتاجها، تيجي راسم الحدود بتاعتك، تديها ارتفاع طبيعي، وبعد كده تيجي ضايف التيكتشرز بتاعتك فوقيها من الامر بتاع التيكتشر ريليف، وبختارها فروم فايل.